طبعا هبتدي حلقة الفيديو بخبر جميل بإن بن شرقي أهلاوي. الحمد لله رب العالمين، خلاص الصفقة اتعلنت. كابتن أحمد شوبير نزل خبر الصبح إن التيك توك خلاص إن هتبقى الساعة 10، يعني أنا بعمل الفيديو ده يعني خلاص خلال نص ساعة تعلن الصفقة. الابديتس الجديده اللي تمت ان الراجل دلوقتي موجود في النادي الاهلي في زياره لبطولات النادي الاهلي، بيشوف الكؤوس والدروع اللي موجوده في النادي الاهلي، وهيتم طبعا تصوير الاعلان، وهينزل طبعا يعني الساعه 10 بالظبط. طبعا انا ما كنتش مستبعد ان بن شرقي يبقى موجود في الاهلي، قد ما كنت مستبعد ان حته ان نادي الريان ما كانش عايز يبقى موجود في الاهلي بسبب الاحداث اللي حصلت في اللحظات الاخيره. آه، بان اللعيب كان بيتفاوض مع النادي الاهلي من تحت لتحت، ما دخلش من الباب. النادي الاهلي ما دخلش من الباب عشان خاطر التفاوض، بس اللي خايف منه إدارة النادي الأهلي إن يحصل مغالاة وإن الصفقة تمنها يعلى والمشكلة دي. بس الحمد لله ربنا ستر، والف حمد والف شكر ليك يا رب ان الراجل بقى موجود معانا في النادي. طبعا نروح للصفقة اللي بعدها، وهي صفقة كوتيسا. ديريك كوتيسا لحد دلوقتي في محاولات من إدارة النادي بضمه لحد النهاردة. النادي بيحاول ان هو يخلص كوتيسا عشان خاطر يعلن عنه. لسه لحد دلوقتي ما حصلش اتفاق، بس في محاولات من النادي بان الراجل يبقى موجود، لان كولر متمسك بكوتيسا جدا. كولر عايزه ومحتاجه معاه. فهنشوف اللي هيحصل ايه في الفترة اللي جاية. طيب، في صفقات تانية النادي الأهلي بيحاول جيدا ضم مهاجم فلسطيني اسمه تامر باني. مش عارف اسمه تامر. بيلعب في الدوري السويسري تقريبا، على ما اعتقد بيلعب في الدوري السويسري او بيلعب في الدوري السويدي، مش فاكر والله. بس النادي الاهلي برضو في كلام معاه لحد دلوقتي عشان يخلصوا الصفقة. طبعا بالنسبة لي رأيي في الصفقات، أنا شايف النادي الأهلي لحد دلوقتي شغال بشكل كويس، وعايز أشكر كابتن محمود الخطيب طبعا بمجهودات اللي هو بيعملها للنادي في الفترة الأخيرة دي، لأن طبعا الواحد كان خايف إن الميركاتو الشتوي يخلص من غير تأييد صفقات، لأن طبعا زي ما أنت شايف، الجماهير شايفة طبعا إن في ضغط بطولات كتير. أنت دلوقتي بتنافس على الدوري المصري، وأنت حالتك في الدوري المصري النقاط قريبة من بعضها، وده ما كانش حال النادي الأهلي، وعشان كده كنا